كلمتين وبس. مشكلة إن الإنسان يكون متحضر ومتقدم ويكون في نفس الوقت عايش في وسط متخلف وغير متحضر، وسط مليان تقاليد قديمة وعقد. زمان قوي أيام أجدادنا كان العريس بيشوف العروسة يوم إيه؟ يوم كتب الكتاب، أو يشوف العروسة يوم الدخلة بعد كتب الكتاب. وكان نفس الشيء حاصل بالنسبة للعروسة، ما تشوفش جوزها إلا بعد المأذون ما يكتب الكتاب. كان مين اللي يوصف العروسة للعريس؟ الأم أو الخطبة. تروح تشوف هي العروسة وترجع توصف لابنها محاسنها أو تقول له ما تنفعكش. الجواز بالشكل ده كان زي شراء البطيخة. تشتري البطيخة وانت وحظك، لا تطلع حمرة وحلوة يا إما تطلع قرعة. الكلام ده كان زمان. النهاردة الموقف اتغير. النهاردة في الدول المتحضرة وفي العالم المتقدم مفروض العريس والعروسة الاتنين قبل ما يتجوزوا يروحوا يكشفوا على صحتهم عند الدكتور، يعملوا تحاليل ويكشفوا ويتأكدوا إنهم سلام من المرض. يعني الزيارة دي للدكتور هدفها ضمان ذرية سليمة وأسرة سليمة، يعني هدفها خير. تعالوا نتصور بقى إن في عروسة متحضرة جالها عريس. العروسة وافقت على العريس وابتدت رغبتها إنها تروح معاه للدكتور علشان يكشف عليها قبل الجواز. نتصور إن الآنسة فيفي هي العروسة المتحضرة واقترحت الاقتراح ده على خطيبها. هنقول خطيبها اسمه زغلول مثلا. فيفي قدمت الشاي لزغلول وقالت له كان في موضوع عايزة أفتحك فيه. زغلول قال لها بكل سرور أنا تحت أمرك. قالت له عايزين نروح للدكتور أنا وإنت. قال لها ليه خير؟ أنت تعبانة من حاجة ولا بتشتكي من شيء؟ قالت له لا أبدا، بس في أوروبا أي اتنين بيتجوزوا أو هيتجوزوا بيروح للدكتور يكشفوا، يشوفوا هم عندهم أمراض ما عندهمش أمراض، صحتهم كويسة صحتهم مش كويسة، ممكن يخلفوا ولاد ولا لأ، ذريتهم يطلعوا سلام ولا لأ. انت ايه رأيك؟ زغلول وشه اتغير وزعل. قال لها وهو واقف سائر، قال لها انت شايفاني جربان وضروري اروح للدكتور عشان يكشف عليا؟ قالت له لا ابدا، انا ما قصدتش انك جربان، انا بس هدفي ان احنا نتأكد ان صحتنا تسمح لنا بالجواز ومفيش امراض وراثية. العريس قال لها انت شايفاني مهكع وماشي بعصاية ومش شايف قدامي؟ المهم ان العريس خرج ولم يعد. الله يكون في عونه الانسان المتحضر في بيئة متخلفة، ويكون في عون العروسة. مش كده ولا ايه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، احمد بهجت، ويوسف حجازي. المخرج المنفذ علي عبد العال.